عبد السلام بوشوارب هل فيه اسماء جديده جزائريه؟ هو فيه اسماء جزائريه عدا وزير الصناعه الجزائري. فيه قائمة على سبيل المثال غير بوشوارب في القائمة الجزائرية. هو الصحافة في الوطن العربي بصفة عامة، يعني في الجزائر ليس الصحافة الاستقصائية اللي تقوم بتحقيقات الواحد هي ليست يعني متطورة بصفة. الصورة حول هذا التسريب هو 1500 مرة ويكيليكس. يعني هذا التحقيق 2.6 تيرا اوكتيد داتا، يعني كم هائل من المعلومات، 11 مليون ونصف وثيقة. الياس، دعني أسألك عن ربما الارتدادات التي جاءت شرع هذا التحقيق. شاهدنا وزير الأول في إيسلندا استقال. في الجزائر ورد اسم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، لكن مقابل صمت من الحكومة. لماذا هذا الصمت في البداية؟ وهل فيه أسماء جزائرية أخرى ضمن هذا التحقيق؟ بغض النظر عن مصدر المعلومات والدوافع هذا المصدر داخل موساك فونسيكا اللي سرب هذا الوثائق، المهم بالنسبة لنا كصحفيين هو أصلية هذه الوثائق، وهي أصلية لا غبار عليها، ومحتوى المعلومات التي تحتويها.